السلام عليكم. السحور وجبة مهمة في رمضان، هادشي علاش جبت لكم وصفة الجرانولا بمكونات 100% صحية، مغذية، غنية بالألياف والبروتينات والمعادن، كتشبع مدة طويلة وكتعطي طاقة للصيام. خديت واحد الكاسرونة ودرت فيها زيت جوز الهند، ممكن نعوضوه بالزبدة، ومن بعد زدت ليهم زبدة الفول السودانية، ممكن نديرو زبدة اللوز او اي نوع كيعجبنا، وزدت عليهم العسل، ممكن نعوضوه بسكر التمر او سكر جوز الهند او السكر الكامل. زدت عليهم شويه د الملحه وحطيتهم على نار هادئه حتى ذابوا. من بعد وزنت الزرارع اللي عندي، درت شويه د زريعه القرعه، شويه د زريعه نوار الشمس، السنجلان، زريعه الكتان، مهم اللي متوفر، شويه د اللوز وشويه د نوار كاجو. طحنتهم شويه باش يكونوا مهرمشين، ما نخليهم صحاح. ومن بعد خلطت كل شيء، خديت واحد لاطه الفران وفيها ورق الزبده وحطيت عليها رقائق الشوفان، يفضل ناخذ هذه اللي الحبه ديالهم مغليظه، وحطيت هذوك المكونات كاملين اللي وزنت. وهنايا زدت واحد المكون تحت طلب ولدي، قال لي نزيد ليه البروتين، هذا بروتين نباتي مصوب غير من اللوز ومكوناته امنه. صافي كنخلط هاد المكونات اللي عندي كاملين، ومن بعد كنزيد لهم هذاك الخليط ديال زيت الكوكو وزبده الفول السوداني والعسل والملحه. المهم ما تصوراتش اللحظه فاش صبيتو، كنخلطوا كلشي المكونات ديالنا حتى كيمتزجوا مزيان مزيان، ومن بعد كندخلوه الفران على درجه حراره 180 درجه. الا بغيتو الجرانولا يكون مفتت، خرجوه كل 5 دقائق وبقاو حركوه، والا بغيتو يكون ملصق شويه وفيه هذوك الطروفه كبار كيف ما كيعجبني انا، ديروا درجه حراره 150 وخليوه تقريبا واحد 30 دقيقه بلا ما تبقاو تحركوه. وملي كتخرجوه بحال هكا كتقدروا تفتتوه بيديكم شويه، وكيبقى الشكل ديالو بحال هكا فيه دوك الطروفه كبار. صراحه كيعجبني. من بعد زدت ليه هذا الزبيب اللي مغلف بالشكلاط، ممكن تزيدوا اي نوع من الزبيب او رقائق الشوكولا، ولكن اللي مهم عمركم ما تزيدوا الزبيب وتدخلوه الفران، الزبيب كيبقى حتى لاخر لحظه حتى كيبرد. وفي الاخير كنحتفظوا بالجرانولا ديالنا في قرعه تكون كتسد مزيان باش يبقى مقرمش. وها هو الجرانولا ديالنا صحي ومغذي ولذيذ بزاف، من احسن الاشياء اللي ممكن تسحروا بها. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا تغدى.